اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وبسعادة وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى أمة محمد جميعا اللهم امين. اول حاجة لو وصلتي معايا لحد هنا وفتحتي الفيديو يبقى تحطيلي لايك جميل زيكم وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام عشان نشوف العظمة دي. تحفة ما شاء الله. اول حاجة كده عملنا سلطة رنجة وعملنا كده رنجة مخلية وكمان عملنا طحينة وبصل اخضر وجهزي بقى كده 20 رغيف سخنين وتعالي ورايا. اول حاجه ما شاء الله اللهم بارك جبنا كده الرنجه وجبنا سردين وجبنا طحينه وجبنا البصل الاخضر وهنبدا ان احنا ننضفهم بقى كويس قوي. طبعا بتجيبي اي كيس بتحطي عليه وبتعملي الرنجه بقى بتخليها. ما شاء الله اللهم بارك الرنجه بتاعت ابو السيد دي طبعا غنيه عن التعريف حلوه قوي. ومن الرنجه النضيفه جدا اللي انا جربتها بصراحه. وعايزه اقول لكم ملحها حلو قوي والتدخين درجه التدخين بتاعتها ما شاء الله تحفه قوي. اول حاجه كده بدأنا ان احنا نخلي الرنجة زي ما انتم ما شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب اللهم امين. بدأنا ان احنا نخلي الرنجة كده مع بعض وهنعمل بقى السلطة. عملنا ايه بقى عشان نعمل احلى سلطة جميلة قوي وهقول لكم على طريقتي فيها لان ليها طرق كتير قوي. وشفت ناس كتير قوي بتحط مع سلطة الرنجة بتحط معاها طماطم وبتحط معاها خيار. لا يا جماعة والله احنا مش عاملين سلطة بلدي. دي سلطة رنجة. الخيار والطماطم بيطلعوا الزفارة اللي بتبقى في الرنجة. عايزة اقولكوا بتبقى مش حلوة خالص. انا عمري ما جربتها بالطماطم الصراحة بس معروفة جدا ان الطماطم والخيار بيطلعوا الزفارة اللي في الحاجة. اول حاجة كده جبت بصل اخضر لسلطة الرنجة وحطيت كمان معاها بس مقطعه صغير. وحطيت معاها كده فلفل اخضر وممكن تحطي معاها فلفل الوان زي ما انتي محبة. وزي ما انتم ما شايفين كده ببقى مقطعاهم ومجهزاهم. وهنا بقى كان معانا سردين مملح حلو قوي خطير ودايب كده يا جماعه زبده ما شاء الله حتى وانا بقطعه. ما شاء الله مش قادره اتحكم فيه من كتر ان هو طري وجميل قوي. اللهم بارك. وحادق بقى وجميل قوي. خلوا بالكم ان في سردين الايام دي بيبقى ايه عامل زي الرنجة بالظبط يعني بيبقى مش مملح وبيبقى عامل زي الرنجة. عايزه اقول لكم مش حلو خالص لان انا جربته. كنت طالباه يعني من حد وكده وجابهولي. ما كانش حلو خالص. كان دلع قوي زيه زي الرنجة. لكن السردين ده ما شاء الله تحفة وجميل ومملح وفي منتهى الجمال. بدأنا ان احنا نقطعه كده وننضفه. هنعصر بقى ايه ليمون على سلطة الرنجة وهنحط عليها الطحينة ونكتر بقى شوية من الزيت. واهم حاجة في الزيت اللي بتحطيه على الرنجة يكون زيت خفيف نضيف ونقي كده ويبقى ملهوش اي ريحة. لان طبعا هيبقى ليه طعم قوي لو حطيتي زيت اي زيت وخلاص. زي ما انتم ما شايفين كده خليت السردين وظبطنا البصل وشوية بقى من الليمون والبطارخ. البطارخ الناعمة بتكون الرنجة بتاعتها تكون حادقة لكن البطارخ الخشنة بتكون الرنجة بتاعتها مش حادقة بتبقى جميلة وفي منتهى الجمال. هنا طبعا عصرنا ليمون كده على السردين ونحط طحينة ونحط زيت ونكتر بقى شوية من الزيت. وحطينا كده فلفل سبايسي على الوش. وهنا سلطة الرنجة برضو بحط لها ليمون بس شوية ليمون كده حلوين وبصل اخضر وفلفل اخضر. وهتحطي طحينة وهتحطي زيت وهتبدأي ان انت تقلبيهم كده وتسيبيهم شوية مع بعض. بيبقى طعمها جميلة قوي ما شاء الله. اهم حاجة الزيت معاكي يكون نضيف وحلو. وهنا طبعا حطينا الرنجة المخلية. وهنبدأ ان احنا نضيف عليها الزيت والعصرة بقى كده من الليمون وفلفل سبايسي برضو. وهنحط كده طحينة. وهنحط بقى سلطة الطحينة نفسها هنغرقها بقى شوية كده من الزيت والليمون بتبقى جميلة قوي في منتهى الجمال. عملنا الطحينة معانا هي عبارة عن طحينة خام. ده سمسم بيبقى مطحون بتبقى من انضف الطحينة بجد. طعمها حلو قوي ما شاء الله. ظبطت بقى الملح بتاعها وحطيت كده شطة وحطيت فلفل اسود وشوية من الكمون وعصرة ليمون على الطحينة. وبيطلع معاكي احلى طحينة. طبعا بتخففيها بالمية وبتفضلي تقلبي خالص لحد القوام اللي انت حباها تقيلة او خفيفة ده بيرجعلك انت حسب ما انت ما بتبقي عايزاها. وحطينا على الوش كده للتزيين حبة من البابريكا. بقت في منتهى الجمال وخطيرة جدا. الطحينة دي بجد حلوة قوي لانها سمسم بس مش داخلها اي حاجة تانية. فبتبقى طبيعية وجميلة في منتهى الجمال. ودي كده كانت سفرة اول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا الايام بالخير يا رب اللهم امين. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش طبعا اللايك وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الرنجة بقى وسلطة الرنجة ما شاء الله تحفة اللهم بارك.